محمد صلاح بينافس على جائزة أفضل لاعب أفريقي، وطبقا لبعض المواقع اللي منها BBC على سبيل المثال والجارديان سربت كده وقالت خلاص يا جماعة محمد صلاح هو اللي فاز بهذه الجائزة. ننتظر بقى الإعلان الرسمي إن شاء الله عشان نحتفل. كل التحية لهذا اللاعب المشرف الحقيقة، خلقا ومجهودا وأداء وعملا وكل حاجة. حاجة كده نموذج فعلا. يعني لو كان الواحد بيبحث عن قدوة ما يختلفش عليها اتنين الفترة اللي فاتت، فأعتقد ناس كتير جدا لقوا ده في محمد صلاح. والناس الكتير دول مش في مصر بس، ده في مصر والدول العربية. فكل التحية ليه، وربنا يا رب يكرمه، وإن شاء الله مش بس أفضل لاعب في أفريقيا، يا رب كمان أفضل لاعب في العالم قريبا جدا إن شاء الله. محمد صلاح قرر المدير الفني لليفربول في الدقيقة 67 اللي هو يورجن كلوب، قرر في الدقيقة 67 إن هو يغيره، يطلع محمد صلاح ونزل بداله اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينيو. تمام؟ الناس اتضايقت، الجمهور اتضايق. يعني بصوا الموضوع وصل لفين بمحمد صلاح. الجمهور اتضايق وبقى بيتساءل ايه التغيير اللي ملوش لازمه ده. المباراه انتهت 1-1 بالتعادل الحقيقه، والجون اللي احرزه هو محمد صلاح زي ما قلت لحضراتكم، جون خطير يعني. فالجمهور اتضايق. خلاص ده صلاح بعد ما سجل الجون امبارح في ايفرتون. فالجمهور اتضايق واستهجن تغيير صلاح. ومش بس كده، خدت جوله كده في الصحف العالميه، فهتلاقي حضرتك صحف اسبانيه زي موندو ديبورتيفو قالت لك يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول ارتكب خطأ فادحا باستبدال محمد صلاح وإشراك روبرتو فيرمينيو بدلا منه في الدقيقة 67 من عمر المباراة، في ظل المستوى الرائع الذي ظهر عليه صلاح خلال مشاركته باللقاء. ده صحف إسبانية، يعني طبعا الصحف الإنجليزية يعني حدث بلا حرج، بس أنا حبيت أخد جولة في الصحف الثانية بقى، فهذه صحيفة إسبانية. صحيفة فرنسية فرانس فوتبول قالت لك محمد صلاح سجل هدفا رائعا بعدما نجح في تلاعب بمدافعي ايفرتون داخل منطقة الجزاء. شوفوا كم الإشادات. CNN محمد صلاح تمكن من التسجيل على طريقة الكبار في مباراة ليفربول وإيفرتون التي شهدت تغييرات مثيرة للجدل من جانب يورجن كلوب المدير الفني للفريق. فشوفوا كم الضغط اللي كان موجود على يورجن كلوب عشان بس قرر ان هو يغير محمد صلاح في الدقيقة كام 67. ايه اللي حصل بقى عقب المباراة؟ في مؤتمر صحفي. تتخيلوا حضراتكم انه يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي اعتذر، قال نصا طبقا لما نقلته بعض المواقع، انا ما اتفرجتش على المؤتمر بس انا شفت اللي نقلته المواقع، انه يورجن كلوب مدير ليفربول المدير الفني او مدرب ليفربول الانجليزي في المؤتمر الصحفي عقب المباراه عن سبب استبدال محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المصري بالبرازيلي روبرتو فيرمينيو في الدقيقه 67. قال يورجن كلوب: كنت ارغب في اراحته واشراك لاعب غير مجهد، وفي الحقيقه انا الوم نفسي، مختتما حديثه قائلا: في النهايه انا اسف، انا مخطئ وانتم على حق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.